رحيل علي معلول، لا علي معلول هيقعد، لا علي معلول هيمشي آخر موسم ليه، بعد تصريحات وإثارة الجدل تصريح الكابتن محمد رمضان على قناة النادي الأهلي. قال إن علي معلول ده كنا متفقين معاه قبل الإصابة اللي هو ده آخر موسم ليه وآخر عقد ليه خلاص. بس يا جماعة عشان توضيح بس كده، آخر حاجة قالها كابتن محمد رمضان، قال لك هنقيم علي معلول على حسب حالته. هو الجهاز الفني وكولر هو ليه الرأي الأخير الأول والأخير. بعد عودة علي معلول من الإصابة قال للناس يا جماعة اديني أسبوعين. وطبعا تصريحات مراته قالت إن علي معلول ليه خير، لا هي حقها طبعا جوزها وتخاف عليه وتدعمه، وضع طبيعي جوزها طبعا. لكن حالة الجدل اللي موجودة وبقى لنا 3 4 ايام ازاي علي معلول الاهلي يفرط يا جماعة. علي معلول ده تاريخ خلاص، ده معشوق جمهور النادي الاهلي، ده معشوق الاهلاوية، ما فيهاش كلام. هو علي معلول ده لسه جاي امبارح، ده تاريخ كبير، 8 سنوات مع النادي الاهلي، عطاء وتاريخ وانجازات وبطولات. فعلي معلول ده خلاص ده بقى تاريخ في النادي الاهلي اتحفر، وبقى في جوه قلوب كل اهلاويه، بقى جوه قلوب كل الاهلاويه. فاكيد النادي الاهلي مش هيفرط في علي معلول يا جماعه. هو ممكن يكون محمد رمضان راجل يعني ملوش في التصريحات قوي او في الميديا، او راجل ما بيعرفش يلف ويدور معنى اصح، فعشان كده خبطها مباشر كده بشكل مباشر. او ممكن يكون زود شويه او وقت التصريح ما كانش في وقته. عندك كان مباراه العين الاماراتي وكده ومفروض انت يعني لاعب عندك مهم زي علي معلول، انت ما تطلعش ان انت تتكلم في وقت زي دوت. خلاص استنى عوده علي معلول زي ما اتفقتوا مع الراجل وعلى حسب حالته هيتقيم. بس ده في النهايه كل القصه كلها علي معلول اول ما يرجع ان شاء الله بسلامه الله من الاصابه الشهر الجاي، على حسب ما اتقال هيرجع 2011، ده اخر كلام اتقال، ان هو هيرجع وهيقيموا حالته، وعلى حسب حالته هيجدد له سنه بسنه زيه زي السوليه زي اللعيبه الكبار في النادي الاهلي، سنه بسنه. وانا على فكره وجهه نظري لو هطلع واحد من اجنبي، انا وجهه نظري الشخصيه لو هطلع واحد اجنبي من النادي الاهلي لرضا سليم لابرسيتي. وعلي معلول ممكن تستفاد منه كمان هاف، يلعب وينج جناح، تستفاد منه سواء جناح شمال او جناح يمين. هو دي وجهة نظري بصراحة، ده الأولى إنه يطلع. لكن علي معلول قبل الإصابة كان فارق جدا مع النادي الأهلي، وعامل مستوى ووصل لليفل مميز جدا بصراحة. وإن شاء الله هنستنى وهنشوف. لكن في النهاية سواء علي معلول مشي أو قعد هيبقى واحد من نجوم اللي سطروا تاريخهم من ذهب في النادي الأهلي، ودخل كل قلوب الأهلاوية زيه زي كل النجوم اللي بطلوا، وزي نجوم من كل النجوم الموجودين دلوقتي. فعلي معلول مفيش كلام يا جماعة، رمز وتاريخ وأسطورة من أساطير النادي الأهلي، خلاص مفيهاش كلام.